مكان على الأرض لو دخلته هتلاقي مئات الأيدي على الجدران، أيدي بشر، لكن أصحابها اختفوا من آلاف السنين. مين الناس دول؟ وليه سابوا بصمتهم هنا؟ وليه اختاروا المكان ده بالذات؟ الغريب إن الألوان لسه موجودة والرسومات لسه بتحكي قصتهم لحد دلوقتي. تفتكر احنا رايحين فين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير، ومع فزورة جديدة من فوازير عم محروس حول العالم. لكن قبل ما بنبدأ فزورة النهاردة، تعالوا نعرف حل فزورة الفيديو اللي فات، اللي كانت عن مدينة أثرية عظيمة كانت من أهم مدن الرومان، ثم اختفت تحت الرمال لسنين طويلة. والحل الصحيح كان مدينة لبدة الكبرى، واحدة من أعظم المدن الرومانية الأثرية في شمال إفريقيا في ليبيا، وتقع على الساحل المتوسطي في ليبيا قرب مدينة الخمس، وتعد اليوم من أبرز المواقع الأثرية في العالم لمستوى حفظها الاستثنائي وعظمتها المعمارية. بدأت لبدة الكبرى كمستوطنة فينيقية صغيرة قبل أن تصبح تحت السيطرة القرطاجية في القرن الثاني الميلادي، عندما جعلها الإمبراطور سبيتميوس مسقط رأسي ومركزا معماريا يعكس مكانته الإمبراطورية. يلا بقى، جاهزين لفزورة النهاردة؟ بس طبعا قبل ما نبدأ لازم نقرأ تعليقات حضراتكم وقلتوا إيه في الحل عن الفزورة بتاعت الفيديو اللي فات. يلا بينا، جاهزين؟ عندي قناة لبنى عبد العزيز، يوتيوبر لبنى برنسيسة الدراما، قالت أول وأحلى لايك ونشوف الفزورة. المدينة الرومانية القديمة في ليبيا التي اختفت تحت الرمال لفترة طويلة ثم ظهرت أو تم اكتشافها وإعادة إحيائها هي مدينة لبدة الكبرى. ربنا يعزك ويبارك فيكي يوتيوبر لبنى. عندي قناة مطعمي جنة نونو، يوتيوبر مها ملكة القلوب، قالت يا مساء الفل يا برنس، معاك في سماع الفزورة، هروح وارجع بحجز مقعدي، وبتضحك ربنا يدوم ضحكتك على طول. ورجعت وقالت تحياتي لك يا برنس البرنسس، انا جيت. يلا بينا، الحل هي مدينة لبدة الكبرى في ليبيا، وهي مدينة رومانية قديمة اختفت تحت الرمال وظهرت وأعيد اكتشافها من جديد وتم ترميمها وإعادة إحيائها، وهي تعد من أجمل وأفضل المدن الرومانية المحفوظة في العالم، وفي معلومات كتير جدا. هي كاتبة كده، كفاية عليك كده يا كينج. ماشي يوتيوبر معاها. عندي قناة أسرار سفرة فاطمة، يوتيوبر فاطمة، بتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله الفزورة الجاية أحلها معاكم وبالتوفيق. بالتوفيق لنا جميعا، ومستنيينك يوتيوبر فاطمه تحل معانا الفزوره بتاعت النهارده. عندي بعد كده قناه سهام من قلب الجزائر، يوتيوبر سهام برنسيسة الجزائر، قالت المدينه الرومانيه اللي اختفت تحت الرمال ثم ظهرت اسمها مدينه لبده الاثريه، وكاتبه بين قوسين لبتيس ماغانا، بتقع قرب مدينه الخمس شرق طرابلس بليبيا، مسقط راسك. اطيب خلق الله، مساء الفل والياسمين، مساء الفل والسعاده والهنا والرضا لقلبك يوتيوبر سهام. قالت شكرا للفته الطيبه منك في بدايه الفيديو، الشكر موصول كل التقدير والاحترام، وبالنيابه ايضا عن اختنا رحمه الرحمن الغائبه الحاضره دائما وابدا ان شاء الله بالتوفيق. برنس بيت العيله الكبير، مفيش شكر بينا سهام، احنا اهل وكلنا واحد، مفيش شكر بينا وده حقكم على فكره. عندي بعد كده قناه يوميات ناديه الفاتح، قالت اسفه معلش تعبانه شويه بس حاولت احل، يا رب يكون صح. اكيد صح يوتيوبر ناديه، والف سلام عليك. قالت تحياتي لك يا برنس البيت الكبير، إجابة السؤال المدينة هي مدينة لبدة الكبرى، كانت من أعظم مدن الرومان في شمال إفريقيا المعروف باسمها اليوم بليبيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط. تعرضت للخراب نتيجة الزلازل والهجمات الخارجية، ومع مرور الزمن غطتها الرمال في الصحراء. بالتوفيق والنجاح الدائم برنس البيت الكبير، ربنا يعزك يوتيوبر نادية برنسيسة البث المباشر. عندي قناة كروشيه وميات أم عبده، يوتيوبر أم عبده، قالت لبدة الكبرى هي مدينة أثرية تقع شرق طرابلس، أسسها الفينيقيون وازدهرت في العهد الروماني خاصة في زمن الإمبراطور سبيتميوس سيفيروس. تعد من أهم المواقع الأثرية في العالم، وتضم معالم رائعة مثل المسرح الروماني وقوس النصر، وهي مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. وبتقول مشكور جدا على الجهد المبذول في إيجاد المعلومات حول الفوازير. ربنا يعزك ويبارك فيكي يوتيوبر أم عبده، وانتوا اللي بتحفزوني على إن أنا أدور على المعلومات. عندي بعد كده قناة اكلات البيت مع جوجو، ودي كاتبه بقى تعليق عايز فيديو لوحده بس هنقوله برضه. عندي يوتيوبر جوجو، قالت لبدة الكبرى مدينة أثرية عظيمة موجودة في ليبيا، وكانت زمان من أغنى وأجمل مدن العالم القديم. قصتها فيها مجد كبير، وبعد خراب واختفاء سنين طويلة تحت الرمل. المدينة بدأت من زمان جدا، تقريبا في القرن السابع قبل الميلاد، لما الفينيقيون عملوها كميناء للتجارة على البحر المتوسط، وبعد كده خضعت لقرطاج، وبعدها دخلت تحت حكم الرومان. ولما الرومان مسكوها بدأت تعيش أحسن أيامها، وبقت مدينه غنيه جدا بسبب التجاره، خصوصا زيت الزيتون الحبوب، وكان بيجي لها تجار كتير من اماكن كتيره، وكانت مدينه منظمه جدا وفيها شوارع واسعه ومستقيمه.
واعمده كبيره واسواق ومعابد وحمامات عامه ومسرح وميناء ضخم. اعظم فتره ليها كانت لما الامبراطور سبيتنيوس سيفيروس بقى حاكم روما، لانه كان مولود فيها. آه، فحب يطور مدينته وبنى فيها مباني ضخمه جدا ووسعها وخلاها من اجمل مدن الامبراطوريه الرومانيه. الناس وقتها كانوا عايشين حياه مزدهره، يبيعوا ويشتروا، يروحوا السوق ويحضروا المسرح ويقعدوا في الحمامات العامه، وكانت مدينه مليانه حركه وغنى. لكن بعد فتره بدات تضعف لان الامبراطوريه الرومانيه نفسها دخلت في مشاكل وحروب وازمات اقتصاديه، فالتجاره قلت والحمايه ضعفت والمدينه بدات تخرب واحده واحده. بعد كده الميناء بدا يتملي بالرمل والطين، وده اثر على التجاره جدا، فالناس ابتدوا يسيبوها ويمشوا، ومع مرور السنين بقت مدينه مهجوره. وبعد كده قالت في الاخر: منتظرينك يا كينج الفزوره القادمه. ربنا يبارك فيكم ويعزكم، والف الف شكر يوتيوبر جوجو على المعلومات القيمه دي. وعندي بعد كده قناه نصائح عامه، يوتيوبر نصائح عامه ست الكل. قالت: تحياتي لحضرتك برنس البيت الكبير. الحل هو ليبيا الكبرى، تقع شرق طرابلس بليبيا، كانت من اعظم مدن الرومان. معلومات قيمه. حتى لا اطيل عليكم، سلامي لاهل البيت الكبير مساء الخير والسعاده، مساء السعاده والرضا والهنا لقلبك يوتيوبر نصائح عامه. ربنا يبارك لنا فيك ويعزك يا رب، ومفيش اطاله ولا حاجه، بالعكس بنستفيد من حضرتك والله. عندي بعد كده قناه ابداعات بشرى. هي طبعا ما قالتش حل، لكن هي بتقول التحيه يعني مرحبا بناس مصر الطيبه، رب يحفظكم ويحميكم ان شاء الله تعالى. شكرا، الشكر ليكي وعلى تعليقك جميل. واكيد اهل مصر اللي سامعيني دلوقتي شافوا ترحيبك وبيرحبوا بحضرتك وبيقول لك مرحب بيك. عندي بعد كده قناه غذاء الروح. قالت برضو: مرحبا سيدي، تحياتي واحترامي، وفقكم الله ويسركم ويسر لكم جميع الامور، امين يا رب. يسر لنا كلنا قناه غذاء الروح. عندي بعد كده قناه خليها على الله مع ايمي، يوتيوبر ايمي. قالت: الله ينور عليك اخي كريم، فيديو رائع ومحتوى محترم وموجود كبير ومميز، وبالنجاح والتوفيق الدائم باذن الله. ده نتيجه تحفيزكم ليا وتعليقاتكم الجميله، بس اتمنى الكل يشترك في الحلقه. عندي بعد كده قناه نباتات ازهار. قالت: هفكر واجاوب. وبعدين قالت: مدينه امهديه في الصحراء الغربيه في مصر. جزاك الله كل خير انك خلتنا نعرف المعلومه دي، انا جبتها من البحث بصراحه. ربنا يكرمك وخيرها في غيرها، واديك عرفت الحل. ليبيا الكبرى في ليبيا. معايا قناه الاستاذه هيفاء لافي، يوتيوبر هيفاء. قالت: ما شاء الله، عرض جميل وموفق بالتوفيق يا رب. جميل منك تعرض كل القنوات، جاري المشاهده. الفزوره صعبه ما مرت عليا، لا مش صعبه ولا حاجه، ديك عرفتيها، وان شاء الله خيرها في غيرها وتحل معانا فزوره النهارده. وعلى فكره ده حقكم عرض القنوات، ده حقكم انتم، يعني ما فيهاش جميله مني ولا حاجه، ده حقكم عليا ان قنواتكم تتعرض. كفايه اهتمامكم وتقديركم للمحتوى. معايا قناه الاستاذ هاني العراقي، يوتيوبر هاني. قال: سلام عراقي للجميع بدون استثناء. واحنا بنقول لك يوتيوبر هاني بلغ سلامنا لجميع اهلنا وحبايبنا في العراق الغالي الحبيب. تحياتنا ليكم، رب يحفظكم ويحميكم. عندي بعد كده قناه منوعات ومقتطفات اشرف، يوتيوبر اشرف. بيقول: من اجمل القنوات التي تقدم لنا اجمل المحتويات بكافه تفاصيلها وصورها الرائعه التي نستمتع بكل جميل جدا. تحيه لكل متابعينك، ودمتم بخير وعافيه يا رب العالمين. رب يعزك ويبارك فيك يوتيوبر اشرف، ونتمنى تكون معانا في الاجابات بعد كده. عندي بعد كده قناه ابو ياسمين للطبخ. قال: مساء النور والسرور، اسعد الله ايامك كلها. فيديو جميل ورائع، وتحيه كبيره من المغرب. وتحيه كبيره ليك ولاهلنا في المغرب الغالي، من كل اهل البيت الكبير. تحيه خاصه لاهلنا في المغرب والجزائر. عندي بعد كده قناه مطبخ المسك. قالت: ما شاء الله، محتوى رائع ومميز حقيقي، معلومات قيمه ومفيده وبالتوفيق والنجاح الدائم. وقالت: على ما اعتقد انها مدينه بومبي الرومانيه. لا، هي مدينه ليبيا الكبرى في ليبيا. اديك عرفت الاجابه. الف الف شكر لمجهودك، وان شاء الله خيرها في غيرها، وان شاء الله تحلي فزورتنا النهارده وتكون صح باذن الله. دلوقتي يلا بينا نشوف لوجو القنوات اللي جاوبت الاجابه الصحيحه، والقنوات اللي اجتهدت ولم توفق في الاجابه. يلا بينا نشوف لوجو قنواتهم. طبعا في لوجو قنوات في بدايه الفيديو لكل اللي علقوا على المحتوى او الفيديو ده. وجه ميعادنا دلوقتي مع فزوره عم محروس حول العالم. النهارده هنروح لمكان في قاره امريكا الجنوبيه. اتنقلنا من شمال افريقيا ورايحين النهارده لامريكا الجنوبيه. مكان مش مجرد كهف، ده رساله جايه من الاف السنين. القصه بدات من اكتر من 9000 سنه، ايوه الاف السنين. في الوقت ده البشر كانوا عايشين حياه مختلفه تماما، صيد
تنقل، اعتماد على الطبيعة، وكانوا بيسيبوا علامات تدل عليهم. أشهر حاجة في المكان ده إن الجدران مليانة طبعات أيدي بشرية، أيدي صغيرة وأيدي كبيرة، يعني ممكن تكون لأطفال وكبار. العلماء بيعتقدوا أنهم كانوا بيحطوا الإيديهم يعني على الصخر وينفخوا اللون حوالينها فتظهر بصمة الإيد على الجدار. طريقة ذكية جدا بالنسبة لزمانهم. الرسومات هناك فيها ألوان مختلفة، الأحمر والأسود والأبيض والأصفر، وده يدل أنهم استخدموا معادن وطبيعة المنطقة لصناعة الألوان. المكان مش مجرد أيدي فقط، في كمان رسومات حيوانات ومشاهد صيد وأشخاص بيجروا. يعني المكان ده بيحكي حياة ناس عاشوا من زمان جدا. لحد النهاردة مفيش إجابة نهائية، لكن في نظريات بتقول إن الرسومات دي أو ليه سابوا الأيدي دي مرسومة على الحيطان أو الجدران. النظريات بتقول إنها رمز للانتماء أو احتفال جماعي أو طقوس خاصة أو رسالة للأجيال القادمة. الموقع موجود في منطقة طبيعية وعرة جدا، وده ساعد على حفظ الرسومات لسنين طويلة جدا، لأن المكان بعيد نسبيا عن الزحام والتخريب. مع الوقت العلماء فهموا إنهم قدام كنز أثري حقيقي، مش مجرد رسومات لكن نافذة على حياة البشر الأوائل في أمريكا الجنوبية. المكان ده اتصنف ضمن التراث العالمي بسبب أهميته الكبيرة، ولأنه من أندر المواقع اللي حفظت فن قديم بالشكل ده. في ناس بتتفاجئ ان اغلب الايدي هناك بيعتقد انها لليد اليسرى، وده معناه ان الناس كانوا بيرسموا باليد اليمنى غالبا. تخيل معايا انسان من الاف السنين واقف قدام صخره حاسس انه عايز يسيب اثر، فحط ايده وساب رساله وصلت لك النهارده. ما اسم هذا الموقع العجيب في امريكا الجنوبيه؟ اكتب اجابتك في التعليقات يا ريت دلوقتي، والحل في الفيديو اللي جاي من فوازير عم محروس حول العالم. استنى، ده المكان ده مش مجرد رسومات، ده صوت ناس رحلوا من زمان لكن أثرهم لسه بيتكلم. فكر كويس، الإجابة أقرب مما تتخيل.